ايه رأيكم في الجمال ده؟ صينية رواني جميلة جدا ومظبوطة قوام وطعم، مظبوطة جدا جدا. خطواتها سهلة وبسيطة، وهنشوفها ازاي مع بعض ان شاء الله. ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف مع بعض المقادير والخطوات. معايا كوباية من الدقيق وكوباية طبعا من دقيق السمولينا، الاتنين قد بعض، وبيكنج باودر، ونص كوباية من جوز الهند. ودي كانت المواد الجافة معايا. ومعايا طبعا نص كوباية من الزيت، واربع بيضات عليهم الفانيليا اول ما اكسرهم على طول، وكوباية من السكر وكوباية من اللبن. اللبن يكون رايب معايا عشان يديني نتيجة هايلة ومظبوطة جدا. حطيت طبعا البيض وعليه الفانيليا وكمان نص كوباية الزيت، وكمان كوباية السكر، وطبعا هضرب كل دون في الخلاط. ودي كوباية اللبن الرايب مهمة جدا جدا، وممكن كمان بديلها الزبادي، بتديني قوام هايل وهش وتكون طرية وسبونجة كده وجميلة جدا. وطبعا هضرب الخليط كله في الخلاط. ودلوقتي هحط دقيق السمولينا والدقيق العادي ويكونوا الاتنين قد بعض، ونص كوباية من جوز الهند، وعليهم طبعا بيكنج باودر ورشة الملح. ما ننساش رشة الملح مهمة جدا. وكده تمام، وكل دي كانت المكونات الجافة وهقلبهم كويس مع بعض. وهبتدي دلوقتي اضيف المكونات السايلة بعد ما ضربتها كلها في الخلاط. وهقلبهم طبعا بهدوء جدا. كلنا عارفين ان دي السمولينا ما بتعجنش، بيتقلب بس. يعني هنقلب كل المكونات مع بعض كويس. افضل التقليب بالاسباتيولا علشان يديني نتيجة مظبوطة ان شاء الله. كده تمام، وجهزت معايا خليط الكيكة. ودلوقتي هبتدي احضر الصينية بتاعتي، طبعا مدهونة بمادة دهنية. وابتدي بسم الله كده واحط باقي الخليط معايا. هضيف خليط الكيكة الرواني معايا، وهي ده بيكون قوامها بيكون متوسط، ولا خفيف ولا متماسك، يعني بيكون قوامه متوسط. وبفرد الخليط معايا كويس جدا في الصينية.
وبفرد كده الخليط معايا. ودلوقتي جاهز هدخله الفرن. دلوقتي معايا الشربات، كوباية من السكر وكوباية ونص من المية وعصرة ليمونة، وعلشان يديني النكهة المظبوطة الجميلة معلقة من السمنة. ما شاء الله طلعت معايا الصينية جميلة جدا. واول طبعا ما بتخرج من الفرن وهي سخنة والشربات بارد ببتدي اضيفه واحدة واحدة على الصينية، وما شاء الله بتشرب الشربات بسرعة علشان طبعا سخنة وطلع سخنة من الفرن. وبس انا طبعا عليها شوية بتهدى وتكون شربت الشربات كله. وابتدي اضيف لها جوز الهند. هي مشهورة بجوز الهند صينية الرواني. طبعا كيكة الرواني احنا عارفين انها بتحب جوز الهند في الخليط من جوه وعليها من بره. ما شاء الله جميلة جدا وهشة وقوام مظبوطة 100%. وابتدي بقى اقطعها بعد ما هديت وشربت الشربات، وطبعا رشينا عليها جوز الهند، يعني خلاص مش محتاجة مني غير انها تتقطع وتتقدم وبالهنا والشفا. ما شاء الله احلى صينية رواني جميلة جدا وقوامها هش ومظبوط 100%. والطعم بقى خطير ما شاء الله عليها، جربوه بنفسكم. ما شاء الله جميلة. شايفين القوام وشايفينها هشة ومظبوطة ازاي؟ جربوا الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا ان شاء الله. مستنية تعليقاتكم ومستنية رأيكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب لو سمحتوا. وبتتقدم طبعا بأي طريقة انتوا تحبوها، وبالهنا والشفا وصحة وراحة.